والله انا كنت عايز اقول لك ان ارنبنا في منور انور وارنب انور في منورنا. بس كده، يلا نبدا الفيديو النهارده. Hello everyone, this is Concept and it's Coach محمد الشامي. Welcome back. I hope you are doing well today. خلينا نبدا النهارده بموضوع كده زي ما سمعت، ارنبنا في منور انور وارنب انور في منورنا. صعبه جدا صح؟ طيب هل تفتكر ان التدريب ده في حاجه شبيهه ليه في الانجليش؟ بالظبط زي اللي جه في دماغك. في تدريب زيه في الانجليش واللي مسمى الا وهو tongue twisters. tongue twisters. طب ايه هي التانج تويسترز؟ التانج تويسترز هي عباره عن تدريبات بتبقى فيها اصوات متشابهه، واصوات لما بتيجي مع بعضها بتبقى صعبه وفيها تشالنج للسان نفسه ان هو ينطقها. خليني مثلا اديك شويه امثله من الانجليش وممكن تفهم قصدي اكتر. Peter Piper picked a pick of pickled peppers. A pick of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a pick of pickled peppers, where is the pick of pickled peppers Peter Piper picked? تاني واحد. Very butter bought some butter, but she said the butter is bitter. If I put it in my batter, it would make my batter bitter. But a bit of bitter butter would make my batter bitter, so it was better butter but a bit of bitter butter. تالت حاجة معانا ممكن تكون النهاردة stupid superstition stupid superstition stupid superstition. آخر واحدة we surely shall see the sunshine soon. Again we surely shall see the sunshine soon. طبعا انت مش فاهم حاجة وفي ايه اللي بيحصل بالظبط. خليني اقول لك ان ببساطة شديدة هو ده التانج تويسترز. طبعا ما تقلقش خالص، هناخدها واحدة واحدة ومن البداية. طب تاني خليني اقول لك حاجة سريعا، هي ليه اصلا التانج تويسترز مهمة؟ ببساطه شديده في مشكله بتظهر ما بين الستودنتس دايما، وبيجوا يسالوني مثلا انا ككوتش او كتيتشر او كانستراكتور ايا كان، ان ليه انا لما باجي اتكلم بحس ان لساني تقيل في الكلام، بالذات في الانجليش، يعني ما بحسش ده في العربي. هقول لك اولا ان الموضوع ان الارابيك اصلا او اللغه العربيه دي لغتك الام، فانت اتعودت عليها طبعا لان اتكلمت بيها سنين كتيره. عكس الانجليش دي لغه انت لسه بتتعلمها. هتبقى الموضوع فعلا مش الطف حاجه لو انت ناسي ان في جزء معين انك لازم تدرب لسانك على اللغه دي، خصوصا ان لغه زي الانجليش مش شبه العربي خالص. يعني ممكن اقول لك الروشن شبه العربي، في اصوات كتيره شبه العربي، في لغات ثانيه كتيره شبه العربي، لكن انجليش بالذات لا، في اختلافات كتيره جدا. فببساطه لو انت اديت لنفسك وقت انك تحاول انك تعمل عليهم براكتس، صدقني الانجليش بتاعك هيتحسن جدا. في حاجه كمان هتحصل ان لسانك هتحس ان هو اخف وانت بتتكلم، فعلا دي حقيقه، لان اللسان في الاول والاخر هي مصل عضله، فلو انت مرنتها كويس هتحس انك احسن بكتير وهتدي اداء اجمل بكتير. خلينا كده نبدا نتعلم واحده منهم. خلينا ناخد دي مثلا، بيتر بايبر، ده اسم شخص. بيتر بايبر. Can you try please؟ تعالى معايا كده حاول. بيتر بايبر. بيتر بايبر. طيب بيتر بايبر بيكت. بيتر بايبر بيكت. بيكت مش بيكد، لا خليها تي. بيكت. بيتر بايبر بيكت. بيتر بايبر بيكت. يلا اسرع ها. بيتر بايبر بيكت. تمام. خلينا ناخد اللي بعدها. بيتر بايبر بيكت ا بيك. بيتر بايبر بيكت ا بيك. بيتر بايبر بيكت ا بيك. حلو جدا. بيتر بايبر بيكت ا بيك of pickled peppers. pickled peppers. pickled peppers. يلا نحاول بقى من اول خالص. بيتر بايبر بيكت ا بيك of pickled peppers. يلا. تمام. تمام كويس. Peter Piper picked a pick of pickled peppers. هي نفس الجملة دي، بس احنا بنبدل ونشيل شوية كلمات وبنعمل اختلافات بسيطة. فهي دي كانت أول جملة. Peter Piper picked a pick of pickled peppers. تاني جملة نفس الكلام بالظبط. A pick of pickled peppers. ما غيرتش الكلمات، أنا بس بدلت الترتيب. A pick of pickled peppers. يلا. تمام. A pick of pickled peppers Peter Piper picked. A pick of pickled peppers Peter Piper picked. يلا معايا. تمام. عاش جدا. تعالى ناخد الجملة الثالثة. If Peter Piper picked a pick of pickled peppers, where is the pick of pickled peppers? Where is the pick of pickled peppers? سمعني؟ تمام. Where is the pick of pickled peppers? if Peter Piper picked a pick of pickled peppers, where is the pick of pickled peppers Peter Piper picked? سهلة جدا. خلينا نقولها بقى مرة واحدة كده على بعضها. Peter Piper picked a pick of pickled peppers. A pick of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a pick of pickled peppers, where is the pickled peppers Peter Piper picked? هنقولها آخر مرة يلا بسرعة. Peter Piper picked a pick of pickled peppers. A pick of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a pick of pickled peppers, where is the pick of pickled peppers Peter Piper picked? بس كده. هناخد واحدة كمان سريعا. Stupid superstition. Stupid مش stupid. Superstition. Stupid superstition. معايا كده. Stupid superstition. Stupid superstition.
تمام. خلينا بقى نقولها بسرعه 3 مرات. stupid superstition stupid superstition stupid superstition. يلا. تمام جدا، عاش جدا، كويس. اخر واحده. we surely shall see the sunshine soon. we surely مش surely surely we surely اللي هي we surely shall we surely shall see the sunshine soon. خلينا كده هنقولها. we surely shall see the sunshine soon. يلا آخر مرة. we surely shall see the sunshine soon. بس كده. الأصعب واحدة دي ممكن نخليها في مرة تانية بعدين هنتكلم عليها، اللي هي very butter بس كده. فتاني هي مهمة جدا، هي مش مجرد exercises مثلا ان احنا بنهزر بيها او ان هي موضوع sarcastic، لا الموضوع حقيقة، وده هيخلي لسانك احسن، هتتكلم انجلش اسرع بطريقة مبسطة، هتحس انك انت اخف بكتير وانت بتتكلم. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة، وهي اول حلقة في السلسلة بتاعتنا ان شاء الله في الامريكان اكسنت. هسيب لك لينك في اول كومنت لتانج تويسترز، في ويب سايت كده فيه 50 تانج تويسترز، 50 تانج تويسترز. You can try them at home. Thank you so much really for watching. It has been Coach Mohammed Hashami and cheers and see you the next time. Concept. اتعلم انجليزي صح.